تعالي بسرعة يلا اعمليها، كوباية زي دي لولادك هتدفيها. بجد الأيام دي ساقعة جدا جدا يا بنات، ما كناش نعملها دلوقتي هنعملها امتى؟ أحلى كوباية بليلة باللبن سخنة وجميلة وهتدفيكي في أيام الساقعة اللي احنا فيها دي، بدون تعب وبدون مجهود ولا نقع للبليلة ولا أي حاجة. بصوا بقى وهتبقى معانا زي الزبدة. أول حاجة نسمي بالله ونصلي على الرسول ويلا بينا في وصفتنا على طول. عندي هنا ربع كيلو من البليلة، القمح يا جماعة اللي هي الحبة الكاملة، تمام؟ هبدأ انزل عليه هنا بعد طبعا ما نقيته كويس قوي وغسلته كويس قوي، حطيته في الحله وعليه رتل من الميه بالشكل ده. هبدأ بقى اخدها ارفعها على النار، واول ما تغلي معايا كده زي ما انتم شايفين يا بنات، هبدأ الاقيها عامله ريم على الوش بالشكل ده كده، هشيله بكل سهوله خالص، تمام كده، عشان بس الميه تكون معانا رايقه. بعد ما هتغلى معايا حوالي كده 5 دقايق بالظبط، ممكن الاقي لا الميه بتاعتها قلت، لانها انتوا عارفين البليله بتشرب الميه. طيب هنزودها بقى شويه ميه كمان لو حسيناها ان هي عايزه ميه. زي ما انتوا شايفين القمح هنا انا بوريكم ان هو لسه بحاله ما استواش، لان لو هياخد وقت، لو حطيناه كده على النار هياخد وقت كبير على النار، تمام؟ المفروض يبقى منقوع من قبلها من بالليل للصبح. طيب عملنا ايه بقى هنا؟ اول ما زودت الميه غليت تاني حوالي 5 دقايق كمان، ورحت طافيه الميه وهي مليانه الحله ميه زي ما هي، رحت طافيه النار عليها، سبتها حوالي ساعتين 3 بالظبط في الحله بالميه المغليه بتاعتها. مجرد ما سبتها ساعتين 3 ما فتحتش عليها، وجيت بعد كده بفتح عليها هي بتشرب الميه بتاعتها وبتنفش كده وبتستوي وبتبقى زي الفل، مع العلم ان هي اصلا بتكون زي ما هي لسه نيه. زي ما قلت لك هتسيبيها ساعتين بالظبط او 3 ساعات، يعني مثلا هتعمليها اخر النهار تطفي عليها غلوتين وتطفي عليها بالظبط، هتتعشوا بيها بالليل. طيب بعد ما استوت معايا هنا نزلت عليها بنص رتل من الحليب او رتل من الحليب او رتل الا ربع من الحليب. اللي يا جماعه البليله ملهاش مقدار في اللبن، بس مش هتروحي تحطي 2 كيلو يعني، تمام؟ طيب وبعد كده حطيت ربع كوبايه بس من السكر وكيس من الفانيليا، ربع بس كوبايه رشا، هتبقى دلعه، انا عاوزاها انا شخصيا دلعه، عشان خاطر في ناس بتحب السكر وفي ناس لا، فاحنا بعد كده اللي عايز سكر بنزود له اختياري. طيب جبنا هنا الكوبايات بتاعتنا وهنبدا بقى نصب احلى كوبايات بليله، اسهل من كده مفيش. زي ما قلت لك هتجيبي القمح تغسليه وتحطيه على النار، مجرد غلوتين 3 بالظبط تطفي عليه النار وهو ني زي ما هو، ساعتين بالظبط هتيجي تفتحي الحله هتلاقي البليله شربت ميتها، وهتلاقوها استوت معاكي بكل سهوله بدون تعب ولا مجهود ولا وقت ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين كده. وتعمليها لاولادك بالف هنا وشفا. لو انت بقى عايزاها بليله متماسكه وتعمليها في اطباق وتبقى متماسكه زي المهلبيه، كل اللي هتعمليه في المرحله دي هتحطي وهي لسه على النار بعد السكر، تظبطي السكر بتاعك وكل حاجه، وبعد كده هتحطي لها معلقتين نشا على نص كوبايه ميه وهتوبيها كده وهتلاقيها تقلت معاكي وبقت مهلبيه. لكن احنا حابينها سخنه كده تدفي. يا رب يكون الفيديو عجبك، مع الف سلامه.